بسم الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنعمل مع بعض اللانشون الاقتصادي. اللانشون ده أنا بعمله بقالي سنين سنين سنين، يمكن فوق ال10 سنين، وأنا جايبة الطريقة. حد عطيني الطريقة دي من بدري قوي، وهقولك على الخلاصة بتاعت الموضوع. زي ما انت شايفة، المقادير. أول حاجة المقادير معايا زي ما انت شايفة، دول هنقول 7 بيض، وعلبة جبنة مثلثات، وهنا ملح، مرق بودر، وتوم بودر، وهنا بابريكا، وهنا بهارات لحمة، ويفضل ان كان الفلفل الاسمر ده يبقى حصى. طيب، عارفة الحبهان اللي هو الهيل ده؟ تفتحيه وتاخدي اللي جواه، هو ده بقى اللي جواه، بيديكي طعم حلو قوي في اللانشون. بيبقى شبيه لريحه اللانشون بتاع بره بالظبط. تاخدي اللي جوه، مش هتاخدي القشره طبعا، اللي جوه. وده زيتون كده مقطعاه، كان معمول في البيت. يبقى علبه جبنه، والمكونات دي: كوبايه وربع دقيق، كوبايه الا ربع زيت، كوبايه الا ربع زيت صغيره، معلقتين كبار نشا. ده لون غذائي. طيب، يفضل ان انت تجيبي اللون البودر، لان بيدي معاكي لون من اول، يعني عارفه، شويه بين ايديكي كده تلاقيه غير لك اللون. وعلى فكره حته اللون دي راجع عليك، يعني ممكن ما تحطيش لون خالص، لان طبعا لانشون الفراخ من غير لون. زي ما انت شايفه كده في الخلاط هتنزلي بالبيض. احنا قلنا 7 بيض. بيض عادي خالص من التلاجة، وتحطي عليه علبة جبنة، أي نوع جبنة مثلثات موجود عندك. انا حتى عملت لكم الطريقه دي بالمقادير ووزنتها بعد كده، عشان اشوف يعني بعد التكلفه دي يستاهل ان احنا نعمله ولا ما يستاهلش. هقولك بعد ما يستوي وبعد ما نشوف الوزن. زي ما انت شايفه كده، اضربي البيض الاول مع الجبنه كده، مشي الخلاط. هو ينفع تحطي كل المقادير مع بعضها وتضربي، بس احنا عايزين نمشي الخلاط عشان طبعا في دقيق وكده، ما يبقاش الدنيا ايه تقيله على الخلاط بتاعك. وينفع كمان تعمليها في الكبه، مفيش اي مشكله. بس بكل بساطة هنا في الخلاط يبقى كوباية وربع دقيق، طبعا لازم الدقيق يكون منخول. وهنا معلقتين كبار نشا. بعد كده دي كوباية الا ربع زيت. زيت طبعا يكون زيت النضيف، بس مش زيت التموين، يعني ميبقاش له ريحة. هنا بقى البهارات كلها زي ما احنا قلنا، او التوابل، قلنا توم بودر، وقلنا مرقه بودر، وبابريكا، وقلنا ملح وبهارات اللي هي المخصوصه اللي هي بتاعت اللحمه دي. ويفضل لو فلفل اسمر حصى. والحبهان 3 حبهانات كده، تاخدي اللي جواه، الحب اللي جوه الحبهان. هتحطي كله في الخلاط على بعضه وتضربيهم. اللون بقى، حتة اللون الجل ده مش بيلون ابدا زي اللون البودر. يعني اللون البودر ارخص بكتير، ومع ذلك بيلون. اللون الجل ده، يعني دي ازازة مثلا ب15 جنيه، هتشوفي انا هحط اكتر من مرة، مرة واتنين وتلاتة، لحد ما اوصل للون شوية يرضيكي، يعني فاهمة ازاي؟ لكن اللون البودر شويه كده، لو جبتي ب3 جنيه من عند العطار هتحطي منه. هو عيبه بس ان هو بيبهدل الدنيا، بس انت جيبي اقل حاجه من عند العطار. شايفه كل شويه هلاقي ان اللون فاتح، وهرجع احط تاني عشان اللون يتظبط. يبقى هي الخلاصه، المقادير دي كلها تحطها مع بعضها في الخلاط. والحبهان تاخدي الحب اللي جواه. طبعا هنتكلم بقى شويه عن موضوع ان انا اسويه في ايه. خلاف كبير قوي. طب انا لو سويته في كيس تلاجة، طب ما انا كده الكيس هيتفاعل مع الاكل، وانا بدور على حاجة صحية وكده. اخر يعني ما توصلنا اليه ان احنا عشان نسويه، قدامك حل من 2 او حل من 3. بصي، دي اللبانة بتاعت اللبن العادية، جبت فيها ورق بتاع اكياس اللي هي الحرارية. طبعا الاكياس الحرارية دي يقال، والله اعلى واعلم، ان هي مصرح بيها، فهي أأمن شوية من كيس التلاجة. فالكيس الحراري حطيه كده في اللبانة، وانزلي بالخليط بتاعك كله زي ما انت شايفة كده بالطريقة دي. بين كل ما تنزلي بشوية حطي شوية زيتون. تجيبي زيتون بقى مخلي، يبقى عندك زيتون وتخلي منه البذرة براحتك. ما بتحبيش الزيتون خالص، ما فيش مشكلة. الموضوع يعني في ايدك كله. طيب، بعد ما فضينا كل الخليط طبعا، ونجيب سباتيولا كده ونفضي اللي في الخلاط، عشان الحاجات كلها يعني مكلفة. هنفضيه كويس جدا. طب الخطوة اللي بعد كده هنعمل ايه؟
بعد ما فضينا الخليط وخلاص خلصنا وحطينا الزيتون بين الطبقات او ما حطيتيش برضو براحتك، هتمسكي الكيس بتاعك زي ما انت شايفه كده، تحاولي تضغطي على اخر حته فيه عشان نخرج الهواء، وتطلعي بقى لفوق شويه. ليه؟ لان احنا عندنا دقيق وعندنا حاجات هتستوي، فهنسيب لها مساحه تستوي فيها. يعني اطلع فوق بقى، اسيب حوالي مثلا 3 سنتي او 4 سنتي لفوق، واخد ربطتي بقى واطلع بيها لفوق. بس انا مفرغه الهواء طبعا عشان الكيس معايا ما يتنفخش. شايفاني انا هطلع بالعقده لفوق قد ايه؟ اظن واضحه. واضربي عليه جامد. بعد كده بتكون حله عندي على النار. شايفه ان الميه ما بتغليش، الميه يا دوب مايله يعني للسخونه الخفيفه. وهتحطيه وتحطي عليه اي تقل عندك، اي تقل عندك بقى، طاجن فخار، هتحطي مثلا طبق وتقلي عليه باي حاجه. ممكن بقى البديل للبانه، عارفين اللي هو القالب بتاع الانجليش كيك اللي هو بيبقى الطويل ده، وهتقطعيه. لما يخرج برضو هتحطي البتاع الحراري، الكيس الحراري، وتحطي في قالب الانجليش كيك او اي قالب عندك. او الكوبايات اللي هي بتبقى البورسلين، اللي هي المجات البورسلين، ما تمليش المج قوي لنصه من غير كيس ومن غير اي حاجه. او الكوبايه الاستانلس اللي هي بتاعه الميه اللي بنشرب بيها الميه، هتحطي طبعا على، يعني لو حطينا في المج الكميه دي هتحطي مثلا 3 4 5 مجات لنصهم وتغطي عليهم. طبعا في الحاله دي احنا ما استعملناش ورق فويل ولا حاجه، زي ما انت شايفه كده. انا حطيته هنقول على النار هاديه جدا جدا، هنقول حطيته ساعه. بعد كده يعني شلته وقلبته الناحيه التانية، يعني خليت اللي فوق تحت. بعد الساعه يعني حوالي 10 دقايق ولا حاجه، لحد ما ما ينشف معايا. زي ما انت شايفه كده طبعا نشف معايا خالص اهو. وده الكميه بتاعته. انا ما يعنينيش قوي يبقى اسطواني ولا يبقى مش اسطواني، اللي يعنيني ان انا ابعد عن الكيس الحراري، وابعد عن الفويل، وابعد عن الحاجات دي كلها. انا عايزه حاجه، بعمل حاجه لاولادي او بعمل حاجه صحيه، يبقى انا الميزان. طب حد هيقول لي ده مكلف، احسبيها. هنا لما جينا نوزنه طلع قد ايه؟ هنقول طلع 850 جرام. طب 850 لو حسبت التكلفة، هنقول ان التكلفة كلها ممكن تكلف مثلا البيض، بتمن البيض بالزيت بالحاجات اللي جايه من البيت اتكلف له 60 جنيه. هل في 850 او 60 جرام لانشون بحركة 60 او 70 جنيه؟ لا طبعا. طبعا هتيجي تقطعيه، خلي ايدك وانت بتقطعي رقيق قوي قوي قوي، هيدي معاكي شبه الجاهز. طبعا احنا بنسيبه يبرد وبعد كده نقطعه وندخله، او يعني هتسيبيه يبرد وتحطيه في التلاجة وتقطعي منه. بس انا هنا عشان التصوير فانا قطعت حوالي طبق او كده، والباقي هشيله في التلاجة. من حيث موفر فهو موفر جدا، من حيث النظافة فانت ضامنة كل حاجة انت عاملاها لعيالك شكلها ايه. وبالذات ان موضوع اللانشون ده عليه جدال كتير، وعيالنا طبعا بيحبوه، وهو اللانشون فاحنا بنبقى مقلقين شوية. فزي ما انت شايفة كده، دي الكمية عملت معايا كمية حلوة وطعمه حلو. يا رب يكون الفيديو عجبكم وافدتكم، وإن عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واشوفكم في فيديو